المشكلة هنا في توزيع الاكل بتاعك. انت كده يا اما ما بتاكلش طول اليوم كويس، يا اما انت اصلا مدخل كالوريز معينة اقل من احتياجك بكتير. فلو انت عامل مودريشن في تقسيم الوجبات، تمام، يعني احنا عندنا في تخطيط الوجبات في حاجة اسمها الفود سبليت او الميل سبليت. الميل سبليت دي انت بتبص على يومك، بتشوف يومك ماشي ازاي، وبتشوف انت هتقدر تاكل في كل قد ايه، بتشوف الاماكن اللي انت هتبقى متواجد فيها وهتعرف تاكل فيها ولا لا، وبتبتدي تنظم حياتك على الموضوع ده. يعني مثلا لو انت في الشغل بتاخد بريك واحد بس، وصعب ان انت تاخد بريكين، فانت كده معروف ان انت في الشغل هتعرف تاكل وجبه واحده بس. يبقى انت كده ممكن تفطر في البيت عقبال ما توصل الشغل، عقبال ما يجي ميعاد البريك تروح واخد تروح واخد الوجبه بتاعتك في البريك، وجبه كامله. طيب تمام، انت ممكن وانت قاعد مع نفسك كده في الشغل تاخد سناك تفاحتين مثلا، او تفاح وحاجه بسيطه. فانت كده تبقى عارف ان انت محتاج تاخد معاك من البيت وانت جاي وجبه هتاكلها في البريك، وتكون معاك مثلا تفاح